في فيديو النهاردة هقولكم على كل أسرار طاجن الرز المعمر الفلاحي بالقشطة وإزاي يطلع معاكي زي المطاعم وأحلى كمان، وهقولكم على سر الرز اللي بيكون طعمه كده شارب من اللبن والقشطة وفي نفس الوقت بيكون مفلفل وخطير، وأي حد هياكله عندك مش هيصدق إن انتي عاملاه في البيت على ضمانتي. قبل ما نبدأ وصفتنا، أنا ريهام للي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. معانا كوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس جدا، هنحط عليه رشة من الملح ونص كوباية من السكر، والسكر زي ما تحبوا، يعني حابة تزودي حابة تقللي اللي يريحك. وهنا هنحط 3 معالق كبار من السمنة البلدي أو أي نوع سمنة متوفر عندك، وعليهم معلقتين صغيرين من الزيت، والزيت هنا هيخلي الرز بتاعنا مفلفل وخطير، ومعلقة كبيرة من القشطة، ونبتدي نقلبهم كويس جدا لحد ما الرز بتاعنا يتغلف بالسمنة والزيت. الخطوة دي مهمة جدا، نغلف الرز بتاعنا كده كويس ويشرب من السمنة والزيت بتاعتنا. واحنا بقى بنقلب الرز كده يكون اللبن بتاعنا يغلي على النار، واللبن بتاعنا مهم جدا يكون من عند اللبان أو الست اللي هي الفلاحة اللي بنشتري منها الجبنة القريش، تمام، عشان هيفرق جدا في طعم طاجن الرز بتاعنا. ما تجيبيش اللبن المعلب، لكن لو انتي عايشة برا، لو حد عايش برا فمش مشكلة يستخدم المعلب ويضيفله قشطة. أنا استخدمت الطاجن الكبير ده، هضيفله كده كمية من الرز، واستخدمت كمان طاجن وسط معاه. تقدري تقسمي الكمية على 3 طواجن وسط أو 4 صغيرين، أو تعمليه في صينية زي ما تحبي. هنوزعه كده في الطاجن كويس، وهوريكم الطاجن التاني اللي استخدمته. ضروري اللبن بتاعنا ينزل على الرز وهو سخن، ما نحطش اللبن بارد خالص يا جماعة. هنا هو اللبن بتاعنا بعد ما غلي على النار، هننزل بيه بقى على الرز، وما نملاش الطاجن للآخر عشان ما يفورش معانا في الفرن ويبهدل الدنيا. نوزع اللبن كده بالتساوي يعني على الطاجنين، وبعدين نقلب بقى، هنقلب الرز بتاعنا في اللبن كويس. وهنيجي بقى لأهم خطوة اللي هتخلي معانا الرز كريمي وطعمه غني قوي وشارب من اللبن والقشطة، وهي إننا هنسيب الرز بتاعنا منقوع في اللبن لمدة ساعة كاملة قبل التسوية، والخطوة دي هتنقل طاجن الرز في حتة تانية على ضمانتي عن ما كنا بنعمله الأول وندخله الفرن على طول. هتخليه بجد طعمه خطير وكريمي كده ومفلفل، يعني هتاكلي أحلى طاجن رز معمر في حياتك، هتحسوا بفرق في الطعم رهيب. هنسيبه بقى يتنقع ساعة، ونحضر الطبقة الأخيرة وهي القشطة مع الزبادي. القشطة دي وش اللبن، وتقدري برضو تشتريها من عند اللبان أو اللي هي زي ما قلتلكوا الست الفلاحة اللي بنشتري منها الجبنة القريش واللبن وكده. هنقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هنوزعهم لحد ما يبقى قوامهم كريمي كده، وبعدين نوزعهم على وش الطاجن بتاعنا. الفرن بتاعنا بقى يكون في الوقت ده شغال على درجة حرارة 200، على درجة حرارة عندك كده اهو. بعد ما وزعنا الخليط بتاعنا على الوش، وطبعا الرز بتاعنا اتنقع في اللبن لمدة ساعة كاملة زي ما اتفقنا، عشان تاخدي عندك بقى أحلى رز معمر وتدوقي أحلى طاجن رز في حياتك، أحلى من المطاعم اللي بنشتري منها. هندخله بقى على الفرن على الرف اللي تحت خالص لمدة 10 دقايق، وأول ما يغلي هنسيبه كمان 5 دقايق، يعني أول ما تلاقيه بيغلي معاكي هتسيبيه كمان 5 دقايق، وبعدين هنرفعه بقى على الشواية، هنرفعه تحت الشواية بتاعتنا لحد ما ياخد اللون الذهبي الخطير اللي انتوا شايفينه ده، يعني معاكي من 5 ل7 دقايق على ما ياخد اللون، يعني بكتير قوي تلت ساعة حسب الفرن بتاعك، تمام.
بس ونزينه بحتة قشطة بلدي بقى كده جميلة وخطيرة، وهتاكلي أحلى رز بلبن. بصوا أصلا اللون كمان، لون الوش بتاع الطاجن خطير، دهبي وخطير. كده شكل الطواجن بتاعتنا بعد ما طلعت وهديت شوية، ونقدمها بقى زي ما تحبوا كده، أو ممكن تاكلوا من الطاجن على طول زي ما تحبوا. بجد خطير، هستنى تجربوه وتقولي رأيكم، وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. واللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام، هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، واستمتعوا بأحلى طاجن رز معمر بالقشطة. سلام.